سيدنا عمر رضي الله عنه خارج من داره في أيام الخلافة متاعه، وقفته خولة بنت ثعلبة وخذات توعظ فيه. ايش تقول له؟ قالت له: يا عمر، كنت تدعى عميرا ثم عمر ثم أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو يسمع فيها بكل خشوع، حتى أصحابه قالوا له: أتقف إلى هذه العجوز كل هذا الوقوف؟ فقال عمر: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما تحركت إلا للصلاة المكتوبة. ثم أسألهم: أتدرون من هذه العجوز؟ قالوا: لا. قال رضي الله عنه: هي التي قد سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، أفيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ رضي الله عنهم جميعا.